السلام عليكم ومرحبا بكم مع اميره. كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا لي الفيديو ديال اليوم. وصفتنا ديال اليوم شباكيه مغربيه 100%. دايز الكلام وسهله وبسيطه، تشبيكه يقدر اي واحد يديرها، يعني ما صعيباش نهائيا وسهله، واول مره غادي نجربها معكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتتبعوه من الاول حتى الاخر ان شاء الله. وما تنساونيش بلايكاتكم واشتراكاتكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الجديدين ان شاء الله. الناس اللي عاد انضموا ليا للقناه كنقول لهم مرحبا والف مرحبا، والناس اللي راهم معايا في القناه كنقول لهم مرحبا بكم، وكنتمنى على حسن الظن ان شاء الله نكون وما نكونش ثقيله على قلوبكم. على بركه الله ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق المزيان، عندي واحد صفر بيضه، عندي معلقه ديال المسكه الحره اللي دقيتها مع شويه ديال الدقيق، عندي ملون غذائي، عندي نص خماره حمراء، خماره الحلويات، عندي معلقه ديال القرفه مع مرش، معلقه كبيره مع مرش، معلقه ديال النافع، عندي هنايا نص كاس ديال الجنجله اللي ندعقو مزيان، غنحمرو غير واحد شويه غير يذهب اللون ديالو، غادي نطحنو مزيان حتى يطلق داك الزيت. عندي نص كاس ديال الكاوكاو عفوا اللوز اللي طحنته هو خضر بالقشره ديالو حتى تدعق مزيان مزيان. عندي هنايا كاس ديال نص ديال الزبده ونص ديال الزيت البلديه، نص كاس ديال الزبده اللي ذوبتها وحتى ولات اللون ديالها مذهب، ومن بعد خويت عليها نص كاس ديال الزيت البلديه، يعني كاس نص نص. على بركه الله نبداو طريقه التحضير. عندي هنايا في الدقيق وضعت الملحه، عندي هنايا معلقه ديال القرفه، معلقه ديال النافع، غادي نوضع النواشف هما الاولين، غادي نوضع صفر بيضه، غادي نوضع المسكه الحره، عندي هنايا واحد كنعتذر ما ذكرتهاش معكم، واحد قبيصه ديال خميره الخبز كيف ما شفتوا، غير واحد شويه ماشي بزاف. درتو كميه كبيره ديال الطحين، غديروا معلقه صغيره غير الراس ديالها، المهم غير واحد شويه ديال خميره الخبز. غادي ندير خميره الحلويات قريب معلقه صغيره، غادي ندير جنجلان كما كتشوفوا الجنجلان راني طحنته مزيان حتى بدا كيطلق داك الزيت ديالو هو واللوز، وغادي نخلط النواشف، وغادي نوضع داك الصفر ديال البيض كيعطي واحد التعليكه دايزها الكلام في هذا الشباكيه اللي غادي نحضر معكم اليوم. كيف ما كتشوفوا وضعت الزيت البلديه والزبده، اللي ما متوفرش عنده زيت البلديه وتكون حلوه يعوضها بزيت المائده، يدير نص كاس زبده ونص كاس زيت. والا كنتو غديروا كميه كثيره ديال الدقيق تقدروا تضاعفوا الكميه على جوج. غادي نرمل هاد الدقيق مع هاد المقادير مزيان. كيف ما كتشوفوا غادي ندخل داك الزبده في الدقيق حتى ترمل ليا مزيان على هاد الشكل هذا. غادي نبقى كنخدمها بهاد الطريقه هذه باش زوينه هاد الشباكيه. ما غتحتاجش بزاف ديال الدلك او مجهود او تقدروا تعياو فيها، صراحه تقدري توجديها غير بحديتك وسهله مهله دغيا غادي تحضريها وما فيهاش نهائيا شي تعب او لا شي تماره. كيف ما كتشوفوا رملت هذا الدقيق مزيان مع المقادير. غادي ندوز نحضر الماء اللي غادي نجمع به الشباكيه ديالنا. عندي هنايا واحد الكاسرونه، عندي هنايا ملون غذائي، عندي هنايا قرعه ديال الماء زهر، انا خديت هاد القرعه الصغيره هذه، نتوما تقدروا تاخذوا الكبيره الا بغيتوا تخليوها عندكم. المهم انا كنت متوفره عندي هذه اكتفيت بها. كاس لاروب ديال الماء الزهر، كاس لاروب ديال الماء الزهر غادي نزيد عليه نص كاس ديال الماء عادي من روبيني. انا غادي ندير هاد الكميه الا ما كفات لكمش في الجمع، حيت الدقيق فيه وفيه، كاين اللي كيشرب كاين اللي كيجي هو هذاك. غادي نزيد عليه واحد شويه ديال الملون غذائي، غير واحد شويه باش نقاد اللون ديال يعطينا داك الصفوره في الشباكيه. نحرك بهذه الطريقه ونوضعوه فوق النار غير يسخن واحد شويه، غير واحد شويه يسخن، ماشي يسخن بزاف. كيف ما كتشوفوا غير كيدفى، وكنبدا كنكب غير بشويه بشويه وانا كنجمع الشباكيه عندك تجريوها في هذه اللحظه هذه. كبوا غير بالتدريج غير بشويه بشويه وانتم كتجمعوا العجينه تجي مرخوفه غير شي شويه ماشي بزاف، هي خصها تجي قابطه في راسها شويه. المهم غادي نكمل بهذه الطريقه الجميع.
انا غادي نزيد واحد شويه ديال الماء دافي على هاد شويه ديال الماء اللي عندي في هاد الكاسرونه باش غادي نكمل الجميع. المهم نتوما على حسب الدقيق. كان كيشرب لكم راه غادي يهز لكم كاس ونص. انا عندي كاس لاروب ديال الزهر، وعندي عندي كاس لاروب ديال الزهر ونص كاس ديال الماء دافي اللي وضعت. انا زدت هنا واحد شويه ديال الماء دافي كيف ما شفتوا صافي. وغادي نكمل بهذه الطريقه. غادي ندير غير شويه ديال الماء وانا كنجمع. كتطلق واحد الريحه رائعه بزاف بزاف. نتوما عاد كتعلكوها. هنايا ما غاديش تحتاجوا نهائيا الدلك بزاف لهاد الشباكيه او العليك كما كنقولوا. غادي نجمعها بهذه الطريقه هذه غير اطراف الاصابع في هذا الشكل. غادي نبقى كنجمع فيها حتى تجمع ليا الشباكيه مزيان كيف ما كتشوفوا. غادي نبقى نديها ونجيبها بهذه الطريقه هذه، وانا كندخل فيها داك الدقيق بحال هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا. غادي نزيد نعلكها هنايا واحد شويه، غير واحد شويه، ما كاملاش 3 ديال الدقائق اللي غادي نعلك فيها الشباكيه ديالنا، حيت اصلا ملي كنديروا لها داك الماء دافي كتجي مطلوقه، يعني ما تحتاجيش تلكيها بزاف وغادي تجيك غتعطيك الطوع باش غتجي تلقيها، يعني ما غاديش تجيك قاصحه وتعذبك. هذه هي الطريقه السهله والسريعه. صافي غادي نديها ونجيب واحد شويه، غادي نقسمها الكرات يكونوا متساويين. انا غنقطعها 4 ديال الكرات هنايا. المهم انا درت كرات غير صغارين، حيت انا درت اصلا كميه صغيره ديال الدقيق، درت غير نص كيلو، عطاتني 4 ديال الكرات على هذا الحجم هذا. المهم نتوما كنتو اول مره غادي ديروها نتوما تقدروا ديروا غير نص كيلو اولا ديروا غير شويه، المهم باش ما تعذبكمش. غادي نجمعها بهذه الطريقه هذه وغادي نوضعها في واحد البلاستيك غذائي باش ما دير ليناش هذيك القشره من الفوق وتدع لينا الشباكيه ديالنا. غادي نوضعها في هذا البلاستيك غذائي ونخليها نديرها على جنب وندوزو باش نطلقوها. غادي نبدا باول كره عندي وضعتها في سطح العمل وغادي نبدا نطلقها بهذه الطريقه هذه. راه ما تخافوش تلصق لكم في سطح العمل حيت كتكون شاده في راسها مزيان. غادي نطلقها بحال هكا بواحد شويه وغادي نجيب هذا الجنب هذا لهنا وغادي ندير فوق منه الجنب الاخر. غادي نطلقهم واحد شويه بدلاك، غير واحد شويه بحال شكل العجينه المورقه، وصافي غادي ندير طبقات بحال شكل المسمنه وغادي نديرها في البلاستيك ونكمل الكرات بهذه الطريقه هذه بنفس الكيفيه. غادي نحل العجينه واحد شويه وانا كنسرحها بهذه الطريقه هذه. المهم المأموريه هنا ما غاديش تصعب عليكم نهائيا حيت سهله وسريعه، ما غاديش تشد لكم اصلا بزاف ديال الوقت. انا راه ما دوزتش ليا هنا بزاف د الوقت نهائيا، ما كاملاش شي ساعه واللي انا خدمت فيها هاد الشباكيه هذه، يعني ساعه كنت مجداها. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه، يعني ما غاديش تخليوها ترتاح اولا غادي غير ملي غادي تشبكوها اللي غتخليوها باش تنشف، غادي تخليوها حتى تنشف عاد غدوزو باش تقليوها. صافي غادي نكمل بهذه الطريقه هذه كيف ما شفتوا، كنديرهم كاملين على شكل مسمنه وانا كنسرحهم. ملي كديروا لهم على شكل مسمنه بهذه الطريقه هذه كتعطيكم واحد التوريقه واحد الهشاشه في الشباكيه ديالكم على هذا الشكل، يعني ساهله وما غاديش تعذبكم نهائيا. ساليت الكرات ديالي وغنبدا باول كره كنت طلقتها، غادي نهزها وغادي نبدا نسرحها نطلقها بهذه الطريقه هذه، وغادي نبدا نطلق فيها بشكل متساوي. غادي ناخذ واحد القطاعه وغادي نقطع هاد القطع 3 ديال الطريفات باش تجيكم سهله في الطليق. انا غنوريكم هاد الطريقه هذه، والطريقه الثانيه غادي ندير نص كامل غادي نطلقوا باش تجيكم اسهل. انا غنوريكم غير الطريقه دابا باش ما تعذبكمش وتجيكم سهله.
وتعطيكم الطوع باش ترقوها مزيان مزيان. شحال ما رققتوها كتجي كتعطي واحد الهشاشه وكيجي شاربه العسل ومعلكه. من الاحسن ترقوها مزيان كيف ما شفتوا على هذا الشكل هذا. غادي نبقى كنرققها وانا كنقلب فيها وكنبقى نحاول ندي السمك متساوي الوسط والجناب بحال بحال. غادي نزيد نقلبها للجهه الثانيه وغادي نزيد نطلقها بهذه الطريقه هذه. انا هنايا ما سرعتش لكم نهائيا الفيديو، خليته كيف ما انا كنحضر، يعني ما سرعتش لكم باش ما تشوفوا معايا الطريقه كيف ما هي. كنتمنى تكون واضحه عندكم الصوره مزيان. غادي نشد القطاعه وغادي نبدا نقطع هذيك الجنيبات. غادي نحيد هاد الزوائد اللي في الجناب وغادي نجيب الاشرطه على هاد الطريقه هذه. ما يكونوش كبارين بزاف، يكونوا متساويين. هاد الشكل هذا كيجي ساهل وسريع بزاف، تقدروا تحضروه بكل سهوله. خديت هنا واحد شويه ديال الدقيق، غير واحد شويه ديال الدقيق. اللي متوفر عنده النشا يقدر يستعمل النشا، انا استعملت غير الدقيق، يعني سهله وسريعه. غادي ندير اشرطه فوق اشرطه بحال هاد الطريقه هذه. غندير 5 ديال الاشرطه، انا درت هنا 4. وحاولوا تقادوهم باش يجيو مقادين، باش يجي وحده فوق من وحده مقاده على هاد الشكل هذا. غنحيد هذاك الجنيبات اللي زايدين وغادي نبدا نقطع الشباكيه ديالنا على القياس اللي بغيتوها كبيره نتوما على قياسكم، بغيتوها صغيره غادي تصغروها على القياس ديالكم. انا اختاريت هذا الحجم هذا وغادي نشد الشباكيه ديالي من الجناب ونضغط عليها بهذه الطريقه هذه ونزير الجناب مزيان. اكدوا على الجناب يتزيروا مزيان مزيان. وغادي ناخذ واحد السكين الظهر ديالو وغادي نبدا نكحز هذيك الاشرطه واحد شويه بهذه الطريقه هذه. يعني طريقه سهله وسريعه وكل مبتدئه تقدر تصاوب هذه الشباكيه هذه. شوفوا الشكل ديالها كي كيجي، تحلفي عليها الا راها مشبكه بالطريقه العاديه. غادي نكمل بنفس الطريقه باش تشوفوا ونعاود معكم. نتوما كتهزوها نتوما كتنفضوها على سطح العمل باش تحليكم وما تعذبكمش. هذا هو الشكل ديال الشباكيه المشبكه بشكل جيد وسهل بزاف كيف ما كتشوفوا. غادي نكمل معكم هاد 3 ديال الحبات، يعني وسهله غادي تقدري تحضريها بوحديتك، ما تحتاجيش اللي يعاونك فيها، يعني دغيا دغيا تقدر توجد في اقل ما يكون. شوفوا الشكل ديالها كي كيجي. غادي نكمل بنفس الطريقه، غادي نكمل العجينه ديالنا بهذه الطريقه بنفس الكيفيه. غادي نطلق العجينه مزيان مزيان فوق سطح العمل كيف ما كتشوفوا. كنسرحها بهذه الطريقه تتحسوا بالعجينه ديالكم رقاقت مزيان، وانتم كتقلبوا في العجينه ديالكم باش ما تشدش لكم في سطح العمل، حيت اصلا كتكون شاده راسها. ما تخافوش منها نهائيا، غير باش تشوفوا البلايص متساويين من كاع الجهات. على هذا الشكل هذا غادي نزيد واحد شويه وحاولوا ديوها على شكل مربع باش تسهل عليكم الخدمه وما تعذبكمش نهائيا وما تضيعوش من الشباكيه ديالكم. داك الجناب اللي كيشيطوا لينا كنزيدهم مع العجينه. الطريقه هذه غادي نكمل الشباكيه ديالنا. كنسرحها مزيان، كنبقى كنطلق العجينه ديالي مزيان كيف ما شفتوا. وضعت واحد شويه ديال الدقيق وكناخذ الجراره ديال الشباكيه وكنبدا نصوب هاد الاشرطه بشكل متساوي اللي غيجي قياس واحد. كنظن العجينه ديالنا هنايا مزيان مزيان الفيديو. كنوضع القطع على بعضياتها. غادي نوضع عليها واحد شويه ديال الدقيق في الوجه ديالها وغادي ناخذ الجراره وغادي نبدا نقطع على هذا الشكل هذا.
طريقه سهله وسريعه. وغادي نبدا ندير الاشرطه فوق بعضياتهم على هذه الطريقه هذه، 5 الاشرطه، وغادي نقطع ونجمع الشباكيه كيف ما شفتوا. طريقه سهله بنفس الكيفيه. غادي نجمع الشباكيه الثانيه وغادي نفضها على سطح العمل، ونحاول نكحز جنيبات بهذه الطريقه حتى تحسوا بالشباكيه ديالكم تقادت مزيان. وهذا هو الشكل ديالها. انا عاودت معكم هنا شحال من حبه، كنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه. كنحاول ما امكن نقرب لكم جميع اللي كنشارك معاكم. ونكمل معكم التشبيكه بهذه الطريقه هذه، ونضغطوا من الجناب مزيان. غادي نعاود معكم واحده اخرى بنفس الكيفيه، غير مهم انا كنهضر على الجناب زيروهم مزيان بهذه الطريقه باش ما تحلش لكم ملي تجيو تقليوها. صافي، وكنحط في واحد البلاطو باش ينشفوا ليا، وكنغطيهم بواحد المنيديل بهذه الطريقه هذه. غادي نستمر. هذا هو الشكل ديال الشباكيه ديالنا من بعد ما ساليتها كامله وخليتها نشفت. وضعت هنا المقله اللي فيها الزيت، كميه كبيره من الزيت باش تطلع لينا داك الشباكيه وتجي مجعبه. عندي هنايا العسل اللي فايته حضرتها معكم في القناه. على بركه الله غادي نبدا الطريقه ديال القلي. غادي نبدا نهز في الشباكيه ونوضع في الزيت. في الاول تكون النار مجهده، ومن بعد غادي نبدا نقص البوطه حتى للطرف ونخليها طيب على خاطرها باش ما تخطوش لكم الشباكيه وتجي طايبه من الجهه الدخلانيه. غادي نعمر المقله بهذه الطريقه هذه ونخليوها طيب مزيان على نار مهيله. كيف ما شفتوا كتبدا كتهز راسها من المقله. وغادي نشد واحد المعلقه او فرشيط ونبدا نقلب. غادي نبدا نقلب الشباكيه ديالنا بهذه الطريقه هذه بواحد الفرشيط للجهات بجوج، ونخليوها طيب تحمر لينا على خاطرها، والبوطه تكون مهيله كيف ما قلت لكم من قبل. ونخليوها حتى يجينا هذاك اللون المذهب اللي بغينا في الشباكيه. كيف ما شفتوا هنايا واحد الحبات راه بداو كيتحلوا ليا. كيف ما كتشوفوا دابا درتها في هذا الكسكاس ورشيتها بجنجلان محمر. وصافي، هذا هو الشكل ديالها النهائي بعد ما كتوجد وكان تكون شربه العسل. كيف ما شفتوا تبارك الله كي كتجي معسله وكتجي بزاف لذيذه وزوينه، وتذوقوا المذاق ديالها كتجي كتحمق في المذاق. كنتمنى يا ربي يكون على حسن الذوق معكم، وكنتمنى الفيديو يكون عجبكم وتبعتوه من الاول حتى الاخر. شكرا بزاف، واش هي طيبه. الى اللقاء الحلقه قادمه ان شاء الله. الى اللقاء.